واخا يقولوا الاخوان خليل كيبيعوا الغلا، هذيك كلامهم كل اللي بغى يقول شي كلمه في فمه بقات. دابا في ضيعه خالي قلتي لي كتبدا ابتداء من 300 من 3500 من 3500 درهم والفوق، 4000 درهم 3500 والفوق. الدرويش تا هو راه كيعيد. يعني شحال من واحد كيسمع اخوان خليل في التجمع ديال لانوك باعوا ب 3 مليون 3.5. لا هذيك الطبقه هي ديال لانوك، هذوك السوبر. تفهم بان هذا الحولي راه باش يوصل لهذه النتيجه راه كاينه واحد الام ديالو كاري ليها شحال من قطر قلتي؟ 650 قطار، هذه عا في بلاصه وحده، وعاد مريزيك فيه 350 قطار اللي كاري. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم عند السي الحاج مصطفى خليل. مرحبا وتحيه لجميع القناه اللي هما كيجيو يزورونا ويشوفوا هذه الخيرات اللي هي عطا الله تعالى. واليوم هذه البركه اللي هي كتشوفوا كاينه هنا ما يزاد على 250 راس اللي هي تباعت من هذه الكبيره. حنا بغينا نبداو بداك الشيء اللي تباع وعاد نمشيو نشوفوا اللي مازال ونشوفوا الحمد لله الخيرات اللي كاينه. ان شاء الله هذه الخيرات هذه تباعت. هذا الحمد لله الخير كله تباع سي خالد. كله تباع الحمد لله. هادو كلهم اغلبيتهم داو مع عيد الاضحى وكاين اللي دا معاه على ما قلت. كاين شي حاجه اللي هي خرجت تقريبا واحد 100 راس ولا فايته اللي مشات، وهذه هي اللي باقا ديال الكليان اللي هما غادي نوصلوها لهم حتى المحل ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انتم دابا حاليا طريقه البيع بعدا نتكلموا باش نعرفوا المتابعين ديالنا الكرام. انتم ضيعات اخوان خليل هذيك معروفه وغنيه عن التعريف ما نحتاجوش نقولوها. المكان التواجد ديالكم الناس باش ما يبقاش يتصل بك، وحنا غنحطوا لهم لوكاليزاسيون اللي بغى يجي باش انتم ما يكونش عليكم واحد الضغط كثير. رسل لنا فين كاين المكان، نعطيوهم عين المكان باش ربما يلحق ويجي هو بلا ما يحتاج حتى يتصل بك كاع. اييه حنا كنتواجدوا في جماعه ولاد فارس الحله، البلاكه ديال الحولي قدام الجماعه. حنا بالضبط اللي وصل لبروج يخوض الطريق ديال خريبكا وضرب واحد 6 كيلومتر امام جماعه ولاد فارس الحله كاينه البلاكه ديال الحولي. كاينه البلاكه ديال اييه هي بعيدين حنا على الجماعه ب 700 متر. هادو هما اللي الكليان اللي كيجيو عندنا اللي كيجيو عندكم. اييه مرحبا بهم ومرحبا جميع المواطنين، وتحيه لجميع المواطنين داخل الوطن وخارج الوطن. واليوم هاد الخيرات اللي هي كنقدموا لكم راه مازال واحد مازال واحد 600 راس اللي هي بحال هاد الخيرات هذه مازال. يعني الخير اييه نوريك دابا قطيع اخرين اللي غادي نمشيو اللي باقي ما تباعوش. هاد 600 راس فيها بحال الحجم الكبير وفيها الحجم الكبير وفيها الحجم الصغير وفيها الفريق اللي هما باقيين صغار اللي هما كيديو البدري كيديو حتى الدراوش. يعني الناس اللي كيجيو ضيعات اخوان خليل غيلقاو جميع الاحجام. اييه من 4000 درهم 3500 والفوق. الدرويش تا هو راه كيعيد. يعني شحال من واحد كيسمع اخوان خليل في التجمع ديال لانوك باعوا ب 3 مليون 3.5. لا هذيك الطبقه هي ديال لانوك، هذوك السوبيرات اللي هما كيدوزوا سوبيرات. هما اللي كيتباعوا ب 20,000 25,000 30,000. كيفاش داير؟ ماشي كلشي كيتباع، كاين اللي كيتباع ب 15، كاين اللي كيتباع ب 18، كاين اللي يتباع ب 10، كاين اللي يتباع ب 12، ماشي كاع كامله. واخا يقولوا الاخوان خليل كيبيعوا الغلا، هذيك كلامهم كل اللي بغى يقول شي كلمه في فمه بقات. دابا في ضيعه خالي قلتي لي كتبدا ابتداء من 300 من 3500 من 3500 درهم والفوق. يعني الحجم الصغير هذا وكتبدا غادي حتى للحجم الكبير. واش انت باغي حولي ديال 150 كيلو غادي نبيعوه لك ب 3500 ولا ملي يمشي يقول لك لا الاخوان خليل راهم كيبيعوا الغلا؟ لا. اللي بغى يقول شي كلمه في فمه بقات. احنا ما عندنا ما نقولوا لهم قالوا كيبيعوا بالغلا راه حنا كنبيعوا بالغلا. حنا الكليان ديالنا راهم مكافيين وكيجيو لعندنا والحمد لله. الحمد لله. نجيو نقربوا السلعه نشوفوها ان شاء الله. انت تشوف خيرات ربي كيفاش دايره. بارك الله. الحمد لله. هذا الخير ابن الغنم ديالكم السي هذاك. احنا كنديروا غير الابناء ديال الغنم ديالنا. القطيع ديالكم شحال عندكم من النعجه اللي كتنتج لكم هذه الخيرات؟ احنا عندنا 3000 ديال النعجه. 3000 راس تبارك الله. 3000 راس. واش سمعت شي ناس كيقولوا بان كريتي لهاد النعجه يعني ما كاينش لنا فين الحصيله؟ لا هالعام اللي هو كرينا
كرينا في الخميس ديال سيدي بوحب الرحال كرينا واحد 600 قطار غير القاطع غير القاطع اللي هي سارحه فيه دابا، اللي هي كتمشي كترعى فيه كتاكل فيه. يعني باش هاد النعجه دابا باش الناس تفهم بان هذا الحولي راه باش يوصل لهاد النتيجه راه كاينه واحد الام ديالو كاري ليها شحال من قطار قلتي؟ 650 قطار، هذه عا في بلاصه وحده، وعاد مريزيك فيه 350 قطار اللي كاري، اللي تا هي فين كتعيش هاد 3000 راس، ماشي غير مخلينا حنا غير هكاك وكيسحبوا هاد الشيء. يعني هاد الشيء الخيرات اللي كتزاد نهار اللي كتزاد عندك راه كتزاد بحال المش صغيور، وانت كتبقاو كتربي فيها وغادي حتى كيوصل هاد الحجم وكيوصل هاد الشيء ان شاء الله. دابا حاليا هاد النعجه اللي سارحه الا ولدات لك الحولي في شهر 11 في 2023 ما غتبيعو تقريبا هي حتى 2024 ولا 25 حتى 2025 بهذا الحجم. بهذا الحجم خاصو الا ولداتو لك دابا في 2024 الاخر ديال الاول ديالو دابا 2023 هو اللي غادي يتباع في 2024 يعني دابا و 2025 دابا حاليا اي راه مزيود دابا راه اللي بغى مزيود يتباع في 24 مزيود وخدامين عليه عليه. توصلوا حنا دابا كنخدموا على 2025 باش كنوصل لكم هاد الاخبار هذه، لان دابا كتوجد الحواله باش تحمل الام وباش تولد في شهر 10. هذا هو اللي كاين. النعجه وهذا القطيع معاهم الناس اللي مقابلينهم. هذه تحيه لراعي الغنم لانه كل واحد يعني مقابل الشغل ديالو، هم عندهم النصيب ديالهم في هذا القاطع ماشي غير انا. يعني عايشين دابا عايشين منها لان عائلات عايشه من هذه الخيرات هذه ديال سيدي ربي. والحمد لله الجميل في الامر انني لقيت موفرين الكليه اللي كيجيو لا من المرحاض المسجد مكان الوضوء الغذاء اتاي اللي جا صاب شي حاجه راه كيجي ليها هنا بحال الزاويه. نطلبوا الله تعالى الله يوفقنا للخيرات، لان هذا الشيء كنديروه بحال في سبيل الله ماشي احنا اللي هذا الشيء ضروري خصنا نديروه ونقوموا بهذا الواجب هذا، لان هذا الشيء ماشي ديالي انا بوحدي، هذا الشيء ديال الامه كامله، لانه واش كاينه 1000 حولي انا غادي نعيد ب 1000 حولي؟ لا، راه كل عائله كدي منها واحد، غادي نعيد انا لواحد 1000 ديال العائلات ولا 1200 ديال العائلات اللي كان يستافدوا من هذا الشيء هذا. وغالي في الامر اللي كنبقى صابر عليها ما نبيعهاش، وكنبقى صابر عليها تنكبرها ونوجدها لهم، وهذا الشيء ما عنده ثمن. احنا ما جيناش باش ندخلوا لهم المشاش ديال رومانيا ونجيبوهم نقولوا لهم راه ديال الصبليون عمشاش، ما هما حتى حواله، كانوا حواله. وزائد الخطا الكبير هي اللي كدير وزاره الفلاحه اللي قال لهم اللي بغى يتشجر ويجيب هاد الحولي هاد المشاش ماشي تاع حولي يجيبهم من الصبليون هو يعاونوه مازال ب 500 درهم، ومن هما يعاونوا بها الكساب ويعاونوا بها الفلاح اللي هو كيستحق هذا الشيء واللي هو مستمر في هذا الشيء. هما دابا كيهرسوا في الفلاح هذا الشيء، هذه الكسيبه غادي يهرسوها. علاش؟ لانه خصوصا انا غادي نمشي نتجر نجيب الغلم من رومانيا ونجيب هذه ونخذ 500 درهم بلا ما نبقى ندير هذا الشيء في البلاد ديالي. ولا جيتي ما تبقاش ديري في البلاد ديالك عائلات. اذا هذا الشيء غادي يمشي ضائع هباء منثورا، ما غاديش يبقاو يديروا هذا الشيء هذا. اليوم حتى الدوله خاصها تشوف لهذا الشيء هذا وترد بالها لهذا الشيء هذا، وحتى لانوك تحيه لها لانها كتوقف معنا، ولكن في هذا الوضع هذا خصها لانوك هي اللي تدوي علينا مع وزاره الفلاحه باش يكون هذا الشيء يستمروا فيه يدويو عليه، ما يبقاش هيجيبوا لنا المشاش وباش يقولوا يزيدوهم هما مازال 50,000 فرنك حشومه. هذا الشيء ما هو الدعم يكون الفلاح كل الفلاحه خاصهم يدويو على هذا الشيء، والكسابه يدويو على هذا الشيء، لان راه ما هذا الشيء غادي وكاين قارض. والكساب دابا هرب من هذا الشيء، بداو الكساب الصغير. الكساب الصغير ما بقاش كيدير هذا الشيء. علاش؟ على ود ما بقاش عنده الجفاف، والدوله ما عاونتنا حتى بشي حاجه. الدعم ما كاينش. الدعم ما كاينش. اول مره الدعم ما كاينش، ونطلبوا الله تعالى التوفيق، وتكون هاد وزاره الفلاحه ولا هاد العمال ولا هاد الشيء يردوا بالهم من هاد الشيء هذا، لانهم
هاد الشيء راه غادي وكينقرض راه ماشي. وخصوصا هاد السلاله راه نادره، ما كايناش هاد السلاله ما كايناش في العالم، ما كايناش في العالم، وما غادي حتى شي دوله من غير المغرب. والمغرب راه حارسين عليها باش ما تخرجش برا، وخصوصا جمعيه انوك اللي اثرت هاد الشيء. والجمعيه ديال انوك تحيه ليها لانها هي واقفه واللي ساهره معنا على هاد الشيء من ناحيه الادويه ولا من ناحيه كيجيو تقني ولا يكون شي مرض كيجي هو كيقلب لا تكون شي حاجه. علاش؟ تحيه لحمد بن ساريه لانه التقني ديالنا وهو الطبيب ديالنا اللي كيجي كيراقب هذا الشيء هذا. كتعيط عليه الصباح كيجي يجيك في البلاصه، ما كيتسناش شي حاجه اخرى. الحمد لله. شكر والحمد لله. وتحيه لجميع المغاربه وتحيه لراعي الغنم وتحيه لجميع المواطنين وعيد مبارك سعيد. والله ينصر سيدنا والله ينصر الدوله هي. الله يحفظ هذا البلد. امين. لانه حفظوا الله تعالى هذا البلد من هذا الشيء هذا. الحمد لله. الله يخلي هذا البلد غادي للامام ان شاء الله. إن شاء الله. والله يبارك فيكم انتم اللي كتجيو ديروا هذا الشيء هذا وهذه الاشهارات. تحيه للشباب والله يعاون الشباب تما اللي يكونوا يجيو يوليو يديروا هذا الشيء هذا. ولكن طلبوا الله الخيرات، الدوله هي توقف معنا. وتحيه لجميع المواطنين وعيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ونشوفكم بخير ان شاء الله. ونشوفوا دابا القاطعين الاخرين ونهضر معك. مرحبا. هنا بقى هذا الشيء ما تباعش واحد 200 راس و20 اللي هي كتشوفوها. اييه هذه تبعت ولا مازال سهل؟ لا هذه بقى هذه في اطار البيع، هذه كتبيعوا فيها. اييه هذه من الحجم المتوسط يعني. هذه من الحجم المتوسط اللي شفنا الاولى غلط من هذا الشيء شي شويه. اييه الحمد لله والخيرات تبارك الله السي الحاج. هذه هنا كتواجد واحد 230 راس. أيه. اللي هي باقه دابا كتباع كلها كيجي يدي واحد جوج ثلاثه وغاديه. هذه شحال كاين من راس؟ 230 هنا تبارك الله 230 راس اللي حتى هي دابا حاليا كتبيعوا فيها. وتبارك الله. والسي الحاج بالنسبه للاكل دابا بان لي الفصه المشهور بحال كلات الفصه كلاتو حنا ما كنعطيوهاش الماكله، خاصها حتى تخوي داك الشيء اللي كاين. اييه. ومن بعد دروك من هنا مع الربعه كنحطوا ليها العلف ديالها ونحطوا ليها يعني تاكل العلف. عاده كنعطيوها الفصه كتعلف الصباح والعشيه. هي راه كتضرب 20 درهم في النهار هذه تقرا. يعني دابا اللي حاليا كتاكل عطيتيها دابا العلف وعاد عطيتيها في الصباح العلف الفصه والعلف. ومن بعد ثاني مع الخمسه ونص ثاني تعلف وثاني الفصه. والماء ديما قدام. الماء دائما قدام. كاين قدام 24 ساعه. نشوفوا ثاني الحجم الاخر. اي ندوزوا للقاطع الاخر. مرحبا. اللي هو غادي تشوف ياك انت تدخل عنده. مرحبا. هذا هو اللي باقي من ديال لانوك من الحجم الكبير هذا. الحجم الكبير اللي هو فيه السوبر والبروميير. هذه فيها السوبر فيها البروميير. اييه تبارك الله. السي الحاج. نعم ماشي يعني الحولي باش يوصل بهذه المواصفات وبهذه الجماليه وبهذا يعني بهذا الحجم كتكون واحد المراقبه اللي مستمره. المراقبه مستمره كل ساعه حيت الاخوان تبارك الله ما شاء الله. خيرات. هذه هي كتبيع فيها السي الحاج. هذيك حتى هي كيديوها العياده كيديوها الكسابه كلها اللي بغى شي حاجه كيجي يديها. كيجي يدي منها. اييه. هذا القاطع هنا الرابع اللي شفتي هذا هو القاطع الرابع. عاود نديك القاطع الخامس ثاني. مرحبا نمشيو نشوفوا السي الحاج. السي الحاج. نعم اسيدي. هذا دابا هو البدري الحجم. هذا هو البدري اللي كيتواجد هنايا. كاينه واحد 400 راس اللي هي كتشوف فيها اللي هي ديال المسكين ديال مولا 3000 درهم 3500 4000 وكل واحد كيدي كيفاش الحجم ديالو. الفقير راه تا هو كيعيد واللي كيشري حوليه راه يعيد ب 40000 و 30000 ما يقولش لا انا راه ما غنعيدش مسكين. لا مرحبا به. والحمد لله راه اي واحد كيعيد. والزين تبارك الله السي الحاج. الزين هو هاد الزين من الاصل الوالدين من الاب ومن الام. هو باش كيكون يعني الله تعالى حاب الجمال وكيقول لك الزين
لا فاق في الصباح اها اعطيه الشنجه والكاس ياك والخايب الى فاق اعطيه الباله والفاس. السي الحاج نعم صراحة ملي كنجيو للفيرما لهنا وكنشوفوا هاد الخيرات نعم وما كرهتش المتابعين يجيو يشوفوا مباشرة حيت نظرة العين مباشرة. انتم كتشوفوا خيرات ربي تبارك الله كيفاش يعني دايره. الخيرات راه فرتي مباشرة السي الحاج. تبارك الله ما شاء الله. يعني الجماليه يعني انتم ماشي بعيدا على حيت الناس كنشوفوا. انا بالنسبه لي كنصور في الضيعات ولا كنصور في الاسواق ما كاينش هاد يعني مهم خصوصا فاش كنشوف السوق ما كاينش هاد الجماليه. الجماليه هذه ما كتكون في السواق. لا حنا ما عمرنا كنديو بهيمتنا للسوق. هادشي كلشي كيتباع هنا كيتزاد في الفيرمات وكيتباع هنا عندنا. ما كنمشيو لا للسوق لا والو. يعني انتم دابا حاليا كتنج عندكم القطيع العدد. حنا عندنا القطيع ديالنا ومنتجين ومربين الاغنام. وكنديروا تحسين النسل على السلاله السرديه باش يولي الجمال كي هذا كي هذا. ما كتفرق لا بين هذا ولا هذا كتولي تشوف كي هذا كي هذا. ودابا راه التشابه كتشوف تبارك الله هما ناعسين خيرات ربي كيفاش ناعسه وشوف تا هما كيفاش كينعسوا. شوف واحد يجي حدا واحد السي الحاج المتابعين الكرام الحمد بغيت نقول لك على واحد الحولي تبارك الله راه صورته عندكم هنا. اييه تبارتي شفتوا في التيك توك 4,600,000 واحد. تبارك الله. في الانستغرام شفتوا 544,000 واحد. تبارك الله. فيسبوك مليون. اييه. واليوتيوب ما يقارب 200,000 واحد. تبارك الله. والناس عجبهم هذاك تبارك الله ذاك الملاك. الحمد لله. وانتم كتفتخروا بهذا الشيء؟ معلوم كنفتخروا في هذا الشيء وهذاك كيبقى بحال المتحف. والعام الجاي ثاني ان شاء الله غادي تكون شي حاجه اكثر من هذاك الشيء ان شاء الله. ومتابعينا الكرام اللي كيتابعوك دابا شنو تقول لهم واللي بغيو يقتنعوا؟ شكرا لجميع المتابعين اللي كيتابعوا جميع القناه وشكرا جميع الاذاعات وتحيه لجميع المواطنين اللي هما كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن. وهذا الشيء راه هما عندهم النصيب ديالهم فيه. حنا كنوجدوهم تبادل. حنا كنعطيوهم حواله وما يعطيونا الفلوس. صافي تبارك الله عليك السي الحاج. شكرا معانك الله والله يسر لك. بارك الله فيكم. السلام عليكم متابعينا الكرام. جيم بارطاجي وان شاء الله مازال لنا عوده في ضيعه اخوان خليل ان شاء الله. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.